ما تبقاش شاد الفلوس كازز عليهم، راه الفلوس ماشي ديالك، وملي غتموت غتخليهم كاملين وغياخذوهم الورثه باردين. اللهم دي معاك منهم شي حاجه. حنا ما كندوش معنا الفلوس بحال الشكل ديال ديال الفراعنه. الفراعنه كان ملي الفرعون تيموت، فرعون بصح ماشي الفرعون ديال المجاز، الفرعون ديال بصح، كان ملي تيموت الفرعون تيديروا ليه واحد، كيصيبوا ليه داك الهرم اللي كيصيبوه ليه الى اخره، وتيحطوه في واحد التابوت وتيدفنوه لداخل، كيحطوه لداخل وتيحطوا معاه فلوسه، داك الذهب وداك المجوهرات وداك العجب اللي كان واكلوا من عباد الله كيحطوه معاه. يعني على الاقل الفرعون الا كان طامع فلوسه داهم معاه للقبر، حتى من الورثه ما خلى لهم والو. المصيبه ديالنا حنا انه راه كتلقاه كاز على فلوسه، ما باغيش يخرجهم، وما باغيش ينفق على ولادو، ما باغيش ينفق على مرته، وما باغيش ينفق على راسو، ما باغيش ينفق على الناس. ملي تيموت الحوايج اللي لابسهم تيحيدوهم ليه. اش كيقولوا سيادنا الاولى؟ الكفن ما فيش والو، ما غدي معاك حتى حاجه. والله العظيم الا شحال من مره حضرنا لها وحضرتوا لها انتم. انسان تيبغيو يدفنوه تيقلبوا على الكفن قبل ما يجبدوا من فلوس السيد، حيت ياخذوا من فلوس التركه ديالو باش يخلصوا ليه الكفن. قبل ما يجبدوا الفلوس كيلقى مثلا شي واحد يقول لهم بلا ما تشريوا لي الكفن، راه عندي واحد الكفن، يا اما كاين هنا بقى في المقصوره كيقول لهم الامام، ولا شي واحد يقول لهم راه عندي واحد الكفن كنت حاطه في الدار انا نجيبوا لكم الى اخره. يعني ثمن ذاك الكفن اللي كيتكفن به ماشي ديالو، ماشي من فلوسه اصلا، يعني فلوسه خلاهم كاملين. لحد الساعه باقي ما دخلناش في المشكله الكبيره هذه، غير شمته انك بقيتي ضارب عليهم تماره وتتبكي عليهم وتتوانس بهم، مره تدخل دير كونسلطاسيون سولد باش تشوف شحال باقي لك الى اخره، وعندك الدراري خداو شي حاجه. كتمشي الشمته الاولى هو انك تخليهم كلهم. الدقه الكبيره وانا تعرض على الله عز وجل وكتحاسب عليهم كلهم. دي معاك صاحبي شي شويه، دي معاك شي شويه. اللي مخبي الفلوس، انا ما كندويش هذوك اللي بحالي وبحالو، كاين هذوك اللي مخبي اللي مخبي الفلوس. تدي معاك شي حاجه عن سيدي ربي. امنوا بالله ورسوله، ايمان هذا مسائل ديال الاخره باش ربطاتكم وراها مباشره. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فسوره تعيد لك النظر الصحيح حول قضيه المال، وان المال مال الله ليس بمال احد منا. امنوا بالله ورسوله، ها باش كيرطب القلب، عاد باش اليدين يقدروا يسخاو. اما لا كان القلب مثلج، لا كان القلب ديال الرخام، لا كان القلب ديال الجليج، راه واخا تكون يدو ما فيهاش العظام كتقصاه على الفلوس. امنوا بالله ورسوله، وهذه لا انساها ابدا. احد معارفي ما ندخلوش في التفاصيل قال لي كان واحد المره كيجتهدوا مع شي ناس تيمشيو يديروا دوره على بعض الاثرياء كانوا تعرفوهم ليرغبوهم للمساهمه في بناء مسجد. فمشاو عند فلان عطاهم شي بركه، مشاو عند فلان قالوا عاود رجعوا عندي، وهكذا حتى وصلوا عند واحد السيد، يعني رجل من الاثرياء اتاه الله مالا وفيرا، الله ما شاء الله. مشاو عنده، دخلوا عنده، جلسوا كذا، تكلموا معاه كذا، حاولوا يرغبوه بالتي هي احسن، وهذه وايات واحاديث. في الاخر قال لهم شوف، ما نكذبش عليكم نقول لكم ما كاينش الفلوس ولا كذا، راكم دخلتوا شفتوا ما نخبي عليكم حتى حاجه. قال لهم الفلوس كاينه، قال لهم ولكن نجيكم من الاخر، القلب اللي خرجها راه باقي ما كاينش. هذا قد يحترم فيه صراحته، قد تحترم فيه صراحته، لكن يخشى عليه قساوة قلبه مع الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى راه ملي يتكلم على قساوة القلب، يعني يرجعوا الى القلب القاسي وشوفوا الاوصاف ديال الناس اللي قال فيهم الله عز وجل فقست قلوبهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. اوصاف ديال اوصاف اليهود والنصارى الذين سبقونا، فكيف انت تتشبه بهم؟ والنبي عليه الصلاه والسلام اعطانا الفاتحه من الله عز وجل، قال لك صراط الذين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انت كتقراها في الفاتحه والتصرفات ديالك تخالف، راه كاين اشكال. شكرا على المشاهده. ان اعجبك الفيديو سجل اعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمه، كما لا تنسى الاشتراك في القناه لتصلك فيديوهاتنا اليوميه.